السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. احنا دلوقتي هنتكلم عن البطارية دي، ازاي انا عملتها. طبعا دي بطاريات مستعملة، انا اشتريتها من عند بتوع الخردة وعملت لهم حوامل. كانوا جايين من غير الحوامل بتاعتهم، فانا عملت لهم حوامل وعملت لهم ولادات. وطبعا الحوامل دلوقتي عملناها ازاي. عملنا الحوامل، جبنا دي ضلف بتاعت نيش، ضلف بيبان نيش، وحطيت فيها مسمار اللي هو المسمار الزاوية ده اهو. هنا واضح اكتر اهو. هنا حطيت مسمار الزاوية، هنا واحد وهنا واحد من الناحية التانية، ونفس الحكاية في الدور اللي تحت اهو. مسمار الزاوية اهو اهو، وهنا نفس الحكاية اهو. وفي الناحية الاتجاه التاني برضو باب الضلفة بتاعت الباب برضو بتاعت النيش. وادي ايه الزوايا اهي، ونفس الحكاية فوق برضو. وعلقت البطاريات اهي. دي طبعا لسه ما حطيتش فيها حاجة، ودي حطيت فيها ايه، ادي وادي دول الامهات دول الحمد لله. في واحدة منهم والدة عندي اهي، والتانية كانت والدة برضه، بس انا جمعت الولدتين مع بعض. ودي لسه عش، لسه ما ولدتش. وعملت كمان بطارية اهي برضه. بصوا ضلفة، شايفين شيش بلكونة اهو. ومن الناحية التانية برضه اهي شيش البلكونة. وهنا حاطة قطف اهو، بسم الله ما شاء الله. حاطة القطف فيها. طبعا المفروض تتفتح من فوق، انا لسه ما حطيتش الاكلات اللي هنا، لسه جايبه اكلات برضو مستعمله، بس لسه عايزه احرقهم. وانا طبعا البتوع دول البطاريات دي اول ما جبناها حرقناها ونضفناها كويس، وبعدين عملناها كده برضو اهو، عاملاهم بالمسامير اهي. وحطيت الشكارة دي عملتها اهي حاجز عشان المخلفات بتاعت القطر تنزل عليها، ما تنزلش على الارانب اللي تحت. دول طبعا دول الامهات بتوع دول، فانا قطفت بقى هنا عشان دول خلاص عشرة هم ومقربين يولدوا. برضه عامله لهم الولادات بتاعتهم اهي. طبعا الولادات دي انا لسه هركب لهم شنكل يقفل، فانا قافلهم كده مؤقتا. الولادات مقفلهم كده مؤقتا لحد ما اركب الشنكل بتاعهم. وهوريكم طبعا الولادات دي احنا عملناها ازاي. بس الارنبه دخلت جوه الولاده ان شاء الله. انا هوريكم الولادات عاملينها ازاي في اخر الفيديو ان شاء الله. والحمد لله الولادات دي ما تكلفتش معايا حاجه يعني. البطاريه دي اتكلفت معايا 500 جنيه. البطاريه دورين، كل دور يعني الدور اللي تحت 3 عيون امهات، والدور اللي فوق 5 عيون. بصوا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. طبعا الحواجز دي انا ضيقتها خالص كده في الاتنين دول. لسه دول طبعا لسه ما جبت لهمش، هجيب لهم برضو من عند بتوع الخردة، وان شاء الله تبقى كويسه وسبب في الخير ان شاء الله، وربنا يسهل الحال. ولو لقيت حوامل برضو عند بتوع الخردة، حوامل من اللي هي بتاعت بتاع الارانب هجيب، انما لو ما لقيتش هسيبها زي ما هي كده. ودمتم سالمين، واستنوا بقى ايه، شوفوا الولاده دي بنعملوها ازاي. ايوه كده احنا اهو جبنا الجركن. الجركن ده انا شارياه ب10 جنيه.
هنقطعوه بالصاروخ. هنقطع جنبين، ادي اول جنب بنقطع منه، وهنقطع الجنب يعني 3 جهات في الجنب، وفي جنب هنقطع منه 4 جهات ونشيل القطعة اللي احنا قطعناها خالص. انما الجنب اللي هنقطع منه 3 جهات هنقطع 3 ونسيب جهة منهم سليمة عشان يبقى ايه باب متحرك. طبعا اللي بيستخدم الصاروخ يستخدمه براحة وياخد باله جدا، يا اما يوديهم لاي حد هو يقطعهم له. يعني لو حد ما بيعرفش يمسك الصاروخ ومش متعود على مسكته بلاش يمسكه. انا جبت ابني هو متعود ان هو يمسك الصاروخ، فابني هو اللي قطع لي الجراكن عشان انا ما مسكتش الصاروخ قبل كده، عشان الصاروخ ده خطر جدا جدا، فمش اي حد برضه يمسكه، لان هو اصلا لما بتمسكوه هو بيرجكوا كده، فممكن من الرجة دي ايد تفلت ولا حاجة فتحصل كوارث. فاحسن حاجة في الامان ان اللي ما بيعرفش يمسك الصاروخ او ما مسكوش قبل كده وما مسكش شنيور قبل كده وما مسكش العدد دي قبل كده ما يمسكوش تاني، ما يمسكوش في يعني مش اول ما يبدأ بصاروخ، لا، لو انت بتبدأ تمسك حاجة زي كده امسك شنيور الاول، حاجات التانية، انما الصاروخ لا، بعد ما تتعود على العدد التانية. دلوقتي احنا قطعنا اهو، هنقطع الجنب التاني. البطارية اتكلفت معايا بالظبط 500 جنيه. بطارية 3 عيون امهات و5 عيون قطف، والجراكن دي اللي عملتها ولادات، والخشب طبعا عندي من الاول اللي انا عملته في الجناب. فاتكلفت بقول لكم معايا 500 جنيه، لان انا جبت السلاكة الواحدة منهم ب200 جنيه من عند بتوع الخردة.